كل مره نفتح شاليه الساحل نبدا التنظيف من اول وجديد زي اول مره، تراب وكركبه، ونفضل نرش في سبريهات ومعطرات وحاجات كلها مواد كيميائيه، مع ان الحل ممكن يبقى فوطين 3 بسيط وسهل. ويلا تعالوا خدوا معايا الرحله دي. هبدا اول حاجه تنظيف مساحه الاكوا ماتيك. تعالوا شوفوا هتخلي الارض عامله ازاي بس بميه. بصوا شويه ميه بس على الفوطه، مفيش اي حاجه هتستخدميها غير الميه. انا هنا بعمل شويه تحدي قوي قوي. تعالى هنا بص كده اوريهم، بس بالميه. اوكي بجد بدون اي حاجه خالص. والخشب بايه؟ بس ميه. والهوم سيت دي فيها تاولز علشان لو حاجه محتاجه سكرابنج، وعشان الازاز وعشان التراب. اول حاجه علشان ننظف الازاز كويس، لو في تراب بنمسحه في فوطه التراب وبعدين نمسحه في فوطه الازاز بس بالميه. هنبدا بفوطه التراب، هنمسح اي تراب. بصوا اصلا من غير اي حاجه، لسه ما كملتش. وبعدين فوطه الازاز اللي عليها بس شويه ميه، ولا بقى اسبريهات ولا مواد فيها حاجات ضاره نتجنبها، وحاجه في منتهى السهوله. دي صابونه الاطباق اللي سالتوني عليها، ولكن الفوط بقى ليها صابونه بننضفها بيها عشان لو في اي دهون او حاجه في الفوطه تطلع بسهوله. هقول لكم على تركايه خطيره، وان الصابونه دي بتطلع البقع اللي في الهدوم بتاعتكم كمان. عارفين استخدمت كام منتج من شركه جرين واي؟ فوطتين ومساحه. عارفين بقى استخدمت كام منظف فيه مواد كيميائيه؟ استخدمت الميه.